مش حابب ان انا اقسو على اللعيبه، وانا مش بهاجم اللعيبه، بالعكس كلهم اخواتي الصغيرين وكلهم لعيبه محترمه وعلى دماغي من فوق. بس انت النهارده كلاعب كوره انت لازم يكون عندك دوافع، ولازم يكون عندك ثقه في نفسك، ولازم يكون عندك اهداف وعندك طموحات بتشتغل عليها. انا النهارده لازم استغل ان ربنا كرمك وتم انتقائك او تم اختيارك ضمن العناصر اللي بتمثل منتخب مصر. تيشيرت منتخب مصر ده مش اي حد يلبسه، وتيشيرت منتخب مصر ده مش اي حد يقدر يتحمل مسؤوليته. فانت النهارده لازم تستغل الكلام ده كويس، وتستغل ان تيشيرت المنتخب والمشاركات اللي انت بتشارك فيها مع منتخب مصر هي دي الفاترينا الحقيقيه اللي تقدر تعرض من خلالها قدراتك وامكانياتك الفنيه كلاعب كوره، وهي دي اللي تقدر تعلي من خلالها الماركت فاليو بتاعك او البرايس بتاعك اللي هو التسعيره بتاعتك في الدوري. هتبص تلاقي الانديه تعمل لك اعتبار وتعمل لك حساب، لان انت لعيب بتلعب باسم مصر، ما بتلعبش باسم نادي ولا بتلعب باسمك انت، لا انت بتلعب باسم منتخب مصر. وفي نفس الوقت انت كلاعب كوره بتستفيد ان انت بتقدم نفسك من خلال تيشيرت منتخب مصر ومنتخب مصر للجمهور، بتقول للناس انا لعيب كويس، لعيب هقدر افيد المنتخب الاول فيما هو قادم، هقدر اكون نتاج كويس للمنتخب الاولمبي في الاولمبيات وفي كاس العالم، هقدر ان انا اشتغل مع الانديه بشكل كويس. انما النهارده اللي بيحصل من منتخب الشباب لا، ده بيدي انطباع للناس ان الجيل ده شكرا، انت بتدي انطباع سلبي للناس. حتى لو انت عملت حاجه كويسه الناس بعد كده مش هتبقى متقبلاه منك بالقوه اللي هتبقى متقبلاه لو انت عملت اداء كويس. انا ما بقولكش خد البطوله، قصه ان انت تاخد البطوله او ما تاخدهاش دي ليها يعني حيثيات مختلفه، والموضوع متعلق بالتوفيق وعدم التوفيق، لكن في النهايه اعمل اللي عليك كلاعب كوره، موت نفسك في الملعب، حاول قدم اداء كويس واطلع الناس كلها تسقف لك والناس كلها تحييك وتقول لك هارد لك، مفيش اي مشكله. انما لا اداء ولا شكل ولا نتائج ولا اي حاجه خالص يا جماعه، لا الموضوع صعب بصراحه، انا اتصدمت.